طلعت انا ولمليم وبنتي رحله تبع المدرسه. تفتكروا احنا رحنا فين؟ احنا رحنا اجمل مكان للاطفال، كيدزينيا. وهنا حطينا الساعه اللي هندخل نتعامل بيها، وصورنا انا والامهات الساعات بتاعتنا. ويلا بقى بدأنا بقى الرحلة بتاعتنا، وبدأنا يومنا في كيدزينيا. والولاد أول حاجة عملوها إنهم أخدوا الفلوس اللي هيتعاملوا بيها في المدينة الفاضلة، وبدأوا بالسوبر ماركت، وبدأوا ياخدوا التعليمات اللي هيتعاملوا بيها إزاي يبيعوا ويشتروا في المكان. وهنا بدأوا نقطة الانطلاق، بدأوا يرصوا البضاعة على أرفف السوبر ماركت ويعرفوا أسعارها اللي هيبيعوا بيها، كأنه مشروع بالفعل حقيقي، وكأنهم كأطفال بيبيعوا يشتروا للجمهور وللأمهات اللي جايين معاهم. وخلصنا وظيفتنا في السوبر ماركت وبدأنا ندور على مهنة تاني نشتغلها في كيدزينيا. فلما ما لقيتش أحسن من البيوتي سنتر ده علشان تدخل تروق على حالها فيه، وفعلا دخلت وبدأت تتعامل وكأنها في بيوتي سنتر حقيقي، باديكير ومانيكير بقى، واتعاملت معاه وكأنها شايفة راحتها على الآخر. البنوتة قالت لها تعالي هنا هاتي كيدزينات عشان خاطر تدخلي، شخلل عشان تعدي. فدفعت لها 20 كيدزينة بحالها، ودخلت وروقت على حالها، وشافت بقى الميك اب عينيها زغللت. وطبعا البنت بدأت تتعامل معاها وتحط لها كل اللي نفسها فيه. كان فرح العمدة ساعتها ما شاء الله، حطت كل اللي نفسها فيه وحطت مانيكير وروقت على حالها جامد برضو يعني. وبعدها طلعت لقت مهنة تعليم الموسيقى دي شغال، فقالت اما تدخل تستجم شوية وتسمع لها شوية موسيقى، وما يمنعش انها تضرب شوية على الجيتار. فأخدت الجيتار وبدأت تتعامل بالفعل وتضرب على الجيتار. اي نعم هي مش متعلمة عليه، بس يلا ما يضرش بقى. فقالت في ال 25 دقيقة دول هتتعامل بمبدأ المحاولة والخطأ، هتتعامل مرة وهتتعلم مرة وهتغلط مرة وتقطع الوتر مرة، والمدربة تزعق لها مرة، فشغال برضه. ولكن الحمد لله الموضوع عدى على خير وبسلام، وال 25 دقيقة عدوا بسلام من غير أي خسائر. وخرجنا من مهنة العزف على الموسيقى ودخلنا على مهنة رجل الإطفاء. وهنا بقى كان لازم ياخدوا تعليمات الإطفاء اللي هيتعاملوا بيها، والرجالة كانوا منتبهين وكأن الموضوع حقيقي جدا، إنهم هيتعاملوا مع حريق حقيقي فعلا، وإنهم بدأوا ياخدوا تعليمات السلامة بحيث إنهم ما يأذوش نفسهم ويعرفوا يتعاملوا مع المكان اللي رايحين له بدون خسائر، وينقذوا الناس بسلام وأمان. وده ما يمنعش طبعا ان احنا لازم ناخد كده كام صورة قبل ما نطلع نطفي الحريقة دي. يا جماعة دي شكليات شكليات، لازم ناخد صورة ونروق على حالنا قبل ما نطلع نطفي الحريقة بكل الأوضاع بقى يعني، واحنا بنضحك واحنا مكشرين. وبدأنا بقى نطلع على عربية المطافي، وبدأت عربية المطافي تتعامل مع الأطفال وكأنهم فعلا طالعين يطفوا الحريقة، وبدأت تنطلق والأبطال معاها. ربنا معاكم يا رجالة، وترجعوا مجبورين ومنصورين إن شاء الله بدون أي خسائر، وترجعوا بالسلام. بعد ما لما طفت الحريق فرجعت مفرهدة شويتين، فقالت ما تدخل على المهنة دي تروق على حالها شوية وتاكل لها لقمة كده ترم عضمها. وبالفعل الكتكوت الصغير عمل لنا برجر وأكلناه. فعلا كيدزينيا دي عالم متنفس للأطفال، إنهم بيتعلموا المهن اللي كانوا نفسهم يطلعوها وهم كبار، بس بدأوا بيها وهم صغيرين، سواء سوبر ماركت أو تصوير أو تعليم تصوير وإزاي إنك تعرف تصور. والأجمل بقى الصحبة الجميلة زي مس ناهد اللي الابتسامة ما بتفرقش وشها وربنا يديمها عليها دايما يا رب، ومس إكرام اللي مفيش رحلة تحلى إلا بيها، وألطف وأرق مديرة مدرسة جميلة الجميلات سيستر فيرجينيا. وكده فركش وانتهت رحلتنا في كيدزينيا. شكرا مدرسة التوفيق، وشكرا كيدزينيا.